السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني، معلش بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، بس ده كان غصب عني، وان شاء الله هبدأ انزل فيديوهات تاني. بس عايزة منكم تشجيع ليا كده عشان استمر، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له مني اشعار بنزول الفيديو الجديد، وتعملوا لايك كتير للفيديو عشان يترفع، وتشيروه مع صحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد. النهاردة أنا جاية لكم بطريقتين من المقبلات. يعني أنا كنت عاملة محشي، وكان عندي قلب الكوسة، فقلت بدل ما ارمي قلب الكوسة استغله في ان انا اعمل نوعين من المقبلات. انا اول مرة اعملهم، مش هقول ان انا عملتهم قبل كده، انا اول مرة هعملهم، وجهزت الحاجة بتاعتهم. النوعين الاتنين جنب بعض اهو قدامكم، هقول لكم مكوناتهم دلوقتي وهعملهم معاكم في نفس الوقت، وهنشوف مع بعض ان شاء الله النتيجة بتاعتهم في الاخر، وهقول لكم بامانة اذا النوعين الاتنين دول طلعوا حلوين ولا نوع احلى من التاني. احنا مع بعض ان شاء الله دلوقتي خطوة بخطوة، وان شاء الله يبقوا الاتنين احلى من بعض. اول طريقة عندي هنا دي كمية من الكوسة اهو، على حسب الكمية اللي انت هتحبي تعمليها او الكمية الموجودة عندك. عليهم فلفل، قرن فلفل حامي، لو طبعا ما انتش عايزة خلاص. بس هي الكوسة دي، يعني الطريقة اللي انا هعملها دي كوسة مشطشطة، يعني هي الاساس فيها انها تكون مشطشطة كده، بس لو انت عايزاها باردة حطي بارد، بس هي دي كوسة مشطشطة. وعندي هنا الطماطم، طماطمايه. عندي الملح والفلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون وبابريكا، ربع معلقه صغيره من كل حاجه فيهم، والملح حسب الرغبه. عندي 3 أو 4 فصوص من الثوم. عندي معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الخل. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه برضو كميه من الكوسه، وعندي هنا نص ربطه من البقدونس. عندي ملح وفلفل وكمون وبابريكا، ربع معلقه من كل حاجه، والملح حسب الرغبه. عندي هنا برضو ليمونه، عصير ليمونه. عندي دي دقه، معلقه، حوالي معلقه من الدقه دي اللي احنا فرزناها مع بعض من السنه اللي فاتت، ما شاء الله الطريقه بتاعتها جميله جدا، هنزلها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. اليومين دول التوم موجود كتير في السوق، عشان لو حبيتي تخزنيها وتخليها عندك بتنفعك في اي وقت تطلعي منها على طول، سهله جدا. وعندي هنا دول معلقتين من الطحينه، على حسب الكميه طبعا اللي انت هتعمليها، لو هتعملي كميه اقل حطي معلقه، هتعملي كميه اكبر تحطي معلقتين، على حسب انت ما تبقي شايفه بنظرك. وعندي هنا معلقتين برضو كبار من الزيت. نبدا بقى نسمي الله ونشوف هنعملهم ازاي مع بعض دلوقتي خطوه خطوه. انا حطيت طاستين على البوتاجاز اهو، عشان قلنا هنعملهم الاتنين في وقت واحد. هنا اول حاجه هنزل بمعلقتين الزيت كده بالشكل ده. هحط بقى الكوسه الناحيه التانية هنا من غير زيت، من غير اي حاجه اهو، احطها كده على النار كده. انا حطاها على النار اهو، هوطي عليها بس على ما هنا اللي حطيت فيها الزيت هنزل بالفلفل او اللي هي الشطه، عشان احنا قلنا دي الكوسه المشطشطه، واديها تقلبتين كده. طبعا هي الطاسه معايا كبيره شويه، بس مش مشكله، علشان الكوسه لما احط الكوسه تاخد راحتها برضه. انا هقلب بس الفلفل تقلبتين كده، وانزل بعد كده بالاربع فصوص ثوم. طبعا ريحه الفلفل حاميه جدا، بس ما شاء الله يعني ريحته طالعه جميله كده. بمجرد ما التومه اصفرت معايا هنزل الطماطم عليها كده على طول، هي طماطمايه واحده بس. هنزل عليها بمعلقه الخل، وانزل بالتوابل بتاعتي، الملح والفلفل والبابريكا وكل البهارات اللي احنا حطيناها دي كده، ونديها تقليبه ونغطيها ونسيبها، يعني الطماطم تحس ان هي طريت خالص كده وفكت من بعضها، ثالث يعني استوت كده. نغطيها واوطي عليها
ونبدأ نقلب الكوسة الناحية التانية، نعلي عليها النار كده بقى ونبدأ نقلب فيها. نبدأ نشوف هنا الطماطم بتاعتنا اهي، هنعمليها كده بالمعلقة عشان تنزل العصارة بتاعتها، ريحتها طالعة جميلة جدا. طبعا لو انت عايزة تكتري في كمية الطماطم براحتك، ممكن تكتري بدل طماطم ممكن تعملي 2، يعني انت على حسب الكمية برضو اللي انت هتعمليها، تزودي بقى في الطماطم، تزودي في الفلفل. وهنا عندي هنا برضو مغطية الكوسة الثانية اهو علشان البخار بتاعها يستوي وغطيه عليه كده زي ما احنا شايفين. خلاص تعتبر الطماطم طلعت العصاره بتاعتها اهي، وبقت يعني نزلت العصاره بتاعتها كلها، ما بقتش حتت زي ما هي كده، لا نزلت العصاره. ابدا انزل بالكوسه بتاعتي واقلبها. انا عندي هنا الكوسه يعني تعتبر المفروض انها بتنزل يعني ميه. لو الكوسه عندك ما نزلتش كنت مبيتاها من قبلها بيوم، انا دي برضو مبيتاها عندي يعني من امبارح، فتحسي انها ناشفه شويه، فممكن تزوديها يعني معلقتين بس ميه كده علشان تستوي فيهم. فانا هنا برضو عشان ملاحظه انها ناشفه شويه هزودها بقين ميه اهو، حوالي معلقتين ميه كده بس، حاجه بسيطه خالص عشان تستوي في قلبها. اقلبها كويس واغطيها واسيبها بقى لحد ما الاقي الكوسه بتاعتي استوت خالص. نبص بقى على الكوسه كده، بصوا كده كده خلاص اهي، اطفي بقى عليها استوت. نقلت الكوسه في بوله كده زي ما احنا شايفين، وهبدا اجيب الهراسه بتاعتي واهرس الكوسه كويس جدا. بعد ما هرست الكوسه بتاعتي كويس جدا كده هنزل بالطحينه كده. طبعا الطحينه قلنا معلقتين، معلقه على حسب الكميه اللي انت عايزاها، ولو انت بتفضلي الطحينه كتير عادي ممكن تبقى الكميه قليله وتكتري في الطحينه شويه لو انت بتحبي الطحينه. وهنزل بالمعلقه بتاعت الدقه بتاعتي، وهنزل بالبهارات بتاعتي كلها، بس الملح انا هسيب منه شويه لان ممكن ما احتاجهوش كله، هسيب شويه كده، لو احتجت منه احط الليمونه. وابدا اقلب الكوسه بتاعتي كويس جدا بالمكونات دي. ده كده بعد ما خلاص انا قلبت الكوسه كويس جدا بالمكونات، بس انا عندي هنا الكوسه هما ملهمش تقل عليها، فانا حبيت ان اضيع الكوسه الحتت اللي في الكوسه الصغيره دي، انا عايزه اخليها تختفي خالص، فهضربها بالهاند بلندر. طب لو انتوا من الناس اللي بتحب الكوسه سيبيها زي ما هي كده وحطي عليها الزيت والبقدونس. انا دلوقتي هديها ضربتين كده بالهاند بلندر. بعد ما ضربتها كده بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين كده نعمت خالص معايا وما عادش شكل الكوسه باين فيها خالص. هنزل دلوقتي بمعلقتين الزيت عليها اخر حاجه بقى، وهنزل كمان بشويه من البقدونس كده واقلبهم مع بعض. ده كده الطبق الاول خلصت اهو، هقول لكم النتيجه طبعا في الاخر ان شاء الله. كده الكوسه خلاص التانية استوت اهو. نقلتها في بوله برضو علشان انا هضربها بالهاند بلندر برضو، بس انتي لو بتحبي الكوسه او عندك الولاد بيحبوها بالشكل ده خلاص انتي تاكليها على كده جميله جدا ومستويه وزي الفل. بس انا عشان عندي زي ما بقول لكم ملهمش تقل عليها كده، فانا هديها ضربتين برضو بالهاند بلندر. وده كده الشكل النهائي للكوسه المشطشطه، جميلة جدا ما شاء الله. طبعا دلوقتي احنا هنبدأ بقى نعرف مع بعض انهي طريقة احلى، او الاتنين حلوين، او ايه اللي احلى من ايه.
بالنسبه ليا انا الكوسه المشطشطه دي طعمها خرافه، تحفه جدا ما شاء الله. والكوسه اللي مالوش تقل على الكوسه او مش بيحبها مش ظاهره قوي، الشطه مش مخليه طعم الكوسه ظاهر فيها قوي، وبعد كمان ما ضربتها بالطريقه دي بالهاند بلندر بالشكل ده مش باينه. اما الطريقه التانية دي شبيهه جدا بالبابا غنوج، يعني الطريقتين بصراحة حلوين جدا. بس بالنسبة لي ممكن اقدر اقول ان الكوسة المشطشطة يعني افضل شوية من التانية، بس الطريقتين ما شاء الله حلوين جدا. وطبعا بدل ما كنا هنرمي قلب الكوسة بعد كده، طبعا حرام انك ترميها، استغليها، ممكن تحطيها في التلاجة. مثلا عملتي النهاردة حطيها في التلاجة، تاني يوم اعملي الطريقة دي وحطيها عندك في علبتين في التلاجة، طلعي منهم جنب الاكل، طعمهم حلو جدا. اتمنى ان شاء الله ان الطريقه تكون عجبتكم، وان انتوا تنفذوها وتقولي لي رايكم في كومنت يسعدني ويفرحني. ربنا يسعد قلبكم ويفرحكم بكل اللي تتمنوه يا رب. بشكركم يا حبايبي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.